ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحه ونعم الله. مبدئيا كده نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. بجد وحشتوني جدا، بشكركم جدا على كومنتاتكم الجميله، وبشكر كل اخت دخلت معايا القناه جديد. يا رب اكون تحت حسن ظنكم كده دايما. النهارده بقى هنعمل البصمات بطريقه سهله جدا وبسيطه زي بتاع الافران بالظبط، مفهوش ولا غلطه، كانك جايباه من بره بالظبط، بس الطعم تحفه. بشويه دقيق وميه هتحضريه. بجد اسهل طريقه لعمل البصمات. يلا بينا نشوف عملناه ازاي مع بعض، واقول لك ازاي تسويه وازاي يطلع معاكي مقرمش. وش يطلع معاكي احمر كده من غير ما تدهنيه بيض ولا تدهنيه لبن ولا تدهنيه اي حاجه. يلا بينا نشوف حضرناه ازاي. اول حاجه كده معايا المواد الجافه: نص كيلو من الدقيق، عليهم معلقه كبيره من الخميره، معلقه كبيره من السكر، رشه من الملح، نص معلقه صغيره جدا بيكنج باودر، نص كوبايه من الزيت، شايله منهم معلقتين زيت وحاطه مكانهم معلقتين من السمنه. ومعايا هنا كوبايه ميه للعجن، الميه دافيه. هبتدي بقى اعجن كده لحد بقى ما العجينه ما تلم معايا. انا عايزه العجينه ملمسها ناعم وفي نفس الوقت ما بتلزقش في الايد. هتشوفيها معايا دلوقتي. هبتدي اعجن كده، بس اهم حاجه تخدمي كويس جدا في العجن. بجد اسهل طريقه لعمل البصمات. بجد برحب بكل اخت دخلت معايا القناه جديد، يا رب اكون تحت حسن ظنكم كده دايما يا رب. هو بالظبط نص كيلو دقيق خد معايا كوبايه من الميه اللي انتوا شايفينها دي. بس زي ما انتوا عارفين ما تمشيش بالكوبايه بالظبط، يعني ممكن الدقيق معاكي ياخد كوبايه ومعلقتين مثلا، كوبايه الا معلقتين. يعني انت خليكي عارفه ملمس العجينه. انا عايزه العجينه ملمسها ناعم جدا وما تلزقش في الايد. هتشوفوها معايا دلوقتي. بس اهم حاجه تخدميها كويس جدا في العجن. اهو زي ما انتوا شايفين كده، بعد ما لمت معايا هكمل بقى العجن كده على الرخامه، اخد راحتي بقى كويس فيها في العجن كده. افضل بقى اعجن فيها كده لحد ايه ما تلمي معايا. ملمس العجينه في ايدي بجد مظبوط جدا. زي ما قلت لك اخدميها كويس في العجن. اهو هنا كنت بقول لكم خدت معايا كوبايه من الميه. هسيبها بقى ترتاح شويه وبعد كده اعجن فيها كمان. بصوا ملمس العجينه ناعمه جدا وما بتلزقش في الايد. اغطيها بقى واسيبها ترتاح كده حوالي ربع ساعه، انا مش عايزاها تخمر، هسيبها بس ترتاح. لحد بقى ما ترتاح حضر معايا السمسم. هنا معايا كوبايه من السمسم، هضيف عليها كده معلقتين من الميه. خطوه الميه دي بتساعد ان السمسم يمسك معاكي في العجينه كويس. هنا بقى الصاج بتاعي دهناه ايه مسحه من الزبده كده. انت تدهني الصاج سمنه او زيت مش هتفرق، يعني اي حاجه عندك ادهني بيها. اهي العجينه بعد ما سبتها ترتاح كده هاخد كده بالقطعه زي ما انتوا شايفين، كل حاجه واضحه قدامكم او زي ما انتوا شايفين كده. وابتدي بقى ايه ابرمها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لما تيجي بقى تبرميه كده ما تخلوش ولا تخين قوي ولا رفيع قوي. لو رفعتيه زياده عن اللزوم هيتحرق منك في الفرن، ولو تخنتيه مش هيبقى معاكي مقرمش. اهو زي ما انتوا شايفين الحجم المناسب ده، عشان هو لسه لما هيدخل الفرن هيتضاعف حجمه كمان. اهو زي ما انتوا شايفين كده باخد بالقطعه.
وبلفها كده زي ما انتوا شايفين، كل حاجة واضحة قدامكم. الطول بقى اللي انت تفضليه. الفه كده بقى في السمسم وبعد كده احطه في الصاج. ولا بقى ندهن بقى الوش بتاعه بالبيض ولا باللبن ولا بأي حاجة. نفس الحكاية، اخد بالقطعة كده والفها كده واحطها في السمسم. بجد طالع معايا مقرمش مفهوش ولا غلطة. السوا بقى بتاعه على اعلى درجة في الفرن، ومشغلة فوق وتحت، ما بياخدش وقت خالص في الفرن. وخطوة مهمة جدا لما تخرجيه من الفرن، متغطيهوش عشان ما يطرش منك. بجد النص كيلو دقيق عمل معايا حوالي كده كيلو او اكتر كمان. وحاجة نضيفة عاملاها في البيت لأولادك للفطار بقى الصبح هما رايحين المدرسة او كده، بينفع جدا. اهو كده زي ما انتوا شايفين انا خلصت الكمية كلها، وما بسيبهوش يخمر. اول ما بشكله على طول بدخله الفرن. اهو كده كان خرج معايا من الفرن، شايفين شكله يفتح النفس وريحته قلبت البيت. بصوا ما شاء الله، طعمه تحفة ومقرمش وحاجة كده تبارك الرحمن. اهو الكمية كلها زي ما انتوا شايفينها كده. بصوا مقرمش ازاي، بصوا الوش بتاعه طلع احمر من غير ما اضيف له اي حاجة، ومقرمش جدا. اتمنى تجربوه بقى بنفس الطريقة. لو عجبتكم بقى الطريقة يا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله في حفظ الله.